السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راكم كامل بخير. أنا سماح، هذه قناة سماح سايكولوجيست. نحكي على بديت في 2020 نحكي على طرق الهجرة والدراسة والعمل ولا الزيارة في كندا، الفيزا، شروط الوثائق اللازمة، تغيير القوانين في كل مرة. بحثوا نحكي على لحظاتي على بلايص نروح لها هنا في كندا بكل بساطة. بديت بالفيديوهات سبونتاني هكذا، كان عندي مشكل في المونتاج ومشكل في ليسباس تاع التليفون، ودوكا راني ندير المونتاج وحبيت نحكي لكم على آه يعني ما نقدرش حاجة عندي سر، حاجة يعني آه كيفاش نقول، يعني حاجة أفادتني ما نقدرش نخبيها نخبي، هي ماذا بيا نخبيها، يعني حاجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. مي أنا حابة نفيد أكثر ناس ممكنة في هذا العالم، نفيدها بالحاجة اللي فادتني ونفعتني وخلتني نستفاد. هنا في الغربة يا جماعة صعيب بزاف، صعيب 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 صعيب. تكونوا جربتوا ولا سقسوا الناس اللي تعرفوهم في الغربة في الخارج في أي بلاد، ما يكونش يعني مع والديه وفي دارهم. سقسوهم، ولا انتم ما تكونوا جربتوا الإحساس بالغربة، خاصة كي تكون وحدك. أصعب شيء، أصعب حاجة كي تكون وحدك في الغربة، خاصة كي يجوا المناسبات، يعني مناسبات تاع الفرحة ولا تاع الحزن ولا حاجة، يعني حاجة حزن، وخاصة الفرحة تحس بالوحدة، يعني تحس صح بلي راكي وحدك. أقصى شعور. مي الشيء الوحيد يعني هذه بلا لا بريسيون بلا ستريس هنا تاع القلق والاكتئاب اللي يحكم في الخارج، هذه يعني افار، هذه حاجه واحده اخرى تاع الغربه. الاحساس بالوحده، المشاكل، بلا المشاكل اللي تصرالك، بلا العراقيل في حياتك. جربت حاجه واحده يا جماعه، هي قيام الليل، باش ما نطولش عليكم. والله العظيم انا ملي بديت نعقل على روحي نسمع بالفكره تاع آه، بقيام الليل، بصلاة قيام الليل. بصح سبحان الله صرالي نقول ابتلاء، نقدر نقولوا عليه ابتلاء، يعني هذا أقصى ما يمكن التسمية تاعو بالابتلاء. وبهذا الابتلاء سبحان الله كان في كل الخير. والله العظيم يا جماعة عن تجربة مانيش قادرة نعبر. بالابتلاء هذا قربني الله سبحانه وتعالى إليه، وبديت نصلي كما يقولوا ركيعات، يعني عمري ما زدت على 2 ركعات. بصح يا إخوتي وأخواتي في الله، هذو الركعات سعادة لا توصف. منين تجي هذه السعادة مانيش عارفة، يعني فرحة غير عادية، ما نقدرش نعبر لكم إحساس. وعلى بالكم والله العظيم الله سبحانه وتعالى شاهد على ما أقول، والله العلي العظيم. المبتغى تاعي والهدف تاعي من هذا الفيديو إني تكون عندي صدقة جارية، يعني كي نموت الناس ولا الناس يعني يروحوا القيام الليل، يروحوا بالخف ويشدوا الهمة هكا، يروحوا يصلوا بسبتي أنا. هذا أقصى ما أريد، يعني ما يعني يكون مشي هذا الغرض هذا ولا هذا الهدف ما نديرش هذا الفيديو. مي كي بديت نصلي فرحة مانيش عارفة من تجي، يعني ما يكون عندك حتى حاجة تفرح في حياتك، ما كانش حاجة جديدة، ما كانش تطورات، كل شيء معرقل. مي بهذيك الصلاة، يعني أنا رايحة نبكي بهذيك الصلاة، صباح ونهار كيفاش يفوت سبحان الله، يعني سبحان يعني مانيش عارفه من تجي، وما من الحاجه حرام ما تقدرش ديرها. يعني صرات وين كنت مع صديقاتي هكا حبوا يديروا موسيقى، يعني انا ما كنتش حابه نقول لهم ديروا موسيقى، وكنت دايره هكا ريلز في الانستغرام. رحت نحيت الموسيقى اللي كاينه في الانستغرام باش ما تكونش عليا صدقه سيئه جاريه. يعني لهذه الدرجة، إلى هذه الدرجة ما تقدرش، يعني قيام الليل غريب والله العظيم عجيب، يعني حاجة حرام ما تقدرش تروح تديرها، ما تقدرش، ما مستحيل. والحديث القدسي، نظن حديث قدسي يقول لك يعني في النافلة، يعني صلاة قيام الليل هي أعظم صلاة نافلة، يعني بعد الصلاة المفروضة. في الحديث يعني المعنى أنه ما زال عبدي يتقرب إلي حتى أصير بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها،
يعني اذا صرت يعني الحواس تاعك والحركات تاعك تكون من الله سبحانه وتعالى، مستحيل تروح دير حاجه حرام. يعني محال دير حاجه حرام ولا تقرب الحاجه تغضب ربي. هذه اللي حبيت نقولها لكم. الفيديو الجاي باش ما نطولش عليكم نقول لكم قيام الليل كيفاش يحقق لكم كيفاش يستجيب الدعاء. يعني انا مازال ما استجيبش، بصح راني متاكده بلي يستجيب. الله سبحانه وتعالى ما يخليش عبده، والله العظيم. والله لن يتركك، والله سيستجيب. بصح هو مين يحبك بزاف يحبك تقرب له، يعني كيما الاب الحنون ولا كيما الحبيب الزوج الحبيب ولا الام الحنونه تحب تقرب ولادها ليها، يجوا لها ويطلبوا منها ويحتاجوا لها ويرجعوا لها. هذه هي. دونك ما نطولش عليكم، راني في الطريق الى العمل. حتى هذا ندير لكم فيديو على الطريق الى العمل كيفاش كان هو في دونك اماطه الاذى عن الطريق. هو في الظاهر يعني باسكو غلقوا واحد الشارع هنا في مونريال. هذا الشارع يعني كنت نحكم البيس باش نوصل للخدمه بسهوله، مي غلقوه. نحكم كاع هذيك الطريق نمشيها 11 مينيت هكا ولا 10 مينيت، 10 دقائق ولا 11 دقيقه نمشيها باش نوصل للخدمه. هي في الظاهر كانت يعني الصراحه زعفت هكا وغضبت، وكيفاش يغلقونا في لي طرافو، يغلقونا في الاخرى طاطا باسكو نمشي بزاف والبرد وقعدت نزعف هكذا. مي ابخي والله العظيم نعمه لا توصف، جمال المشي صباحا. يعني واحد نعمه نقدرش نقول لكم، يعني فرحه مانيش عارفه منين تجي. هذا بغض النظر على قيام الليل طبعا. مي المشي صباحا بارفوا نمشي غابيد باش يكون رياضه، بارفوا نمشي بشويه. والمشي يعني يسمح لك باش تكون صافي الذهن وحدك هكا تمشى، ما يكونوش بزاف ناس. صافي الذهن، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه تسمح لك ثاني باش تذكر ربي، تدعي، يعني تغتنم هذيك الفرصه هذيك باش تذكر الله سبحانه وتعالى. دونك صحيتو راني داخله الخدمه. نزيد لكم دي فيديو ان شاء الله لعجبكم هذا المحتوى، باسكو كان لازم، يعني عندي حاجه مليحه زينه فرحت بها، لازم نبارطاجيها معكم باش ديروا كيما انا. مع السلامه.